السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى زي ما احنا شفنا كده في العنوان بقى هنشوف احتفالية راس السنة بنحتفل بيها ازاي. بس انا بحتفل بيها باليوم اللي قبليها يعني. كل واحد بقى براحته، بس انا عشان شايفة اللي هي بدعة وكده فبعمل احتفال وبظبط البيت بديكورات وكده، بس اليوم اللي قبليه. وهنشوف مع بعض هنعمل السهرة كده ازاي بشوية تسالي كده اهو. اضغطيلي بقى لايك بسرعة 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 للفيديو دوت، ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. واول حاجة خالص نبدأها اللي احنا نصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا صلي على النبي وخدي الثواب. ويلا نبدأ اليوم بتاعنا مع بعض. هنا كنت بعد الغدا اتغدينا وخلصت مواعيني وروقت البيت وظبطت الرخامة وكله. بعد كده قلت اعمل بقى ايه كوبايه نسكافيه كده عشان افصل، وايه ادخل بقى اشربها في البلكونه. كنا وقت العصاري كده، وبحب اخد النوت بوك بتاعتي وابدا اكتب كل حاجه عايزه اعملها في السنه الجديده، والغلطات او الحاجات اللي انا مش راضيه فيها عن نفسي قوي من السنه اللي فاتت. دايما كل سنه بمسك نوت بوك كده واقعد اكتب فيها كل دوت، لان دايما ببقى محدده شويه اهداف كده وبكون كاتباهم، وبشوف بقى ايه لما السنه خلصت هل الاهداف دي اتحققت ولا لا. هل مثلا يعني ببقى بقيم نفسي كده، هل انا كنت راضيه عن نفسي السنه اللي فاتت ولا لا. هل في ناس عايزه اخسرها من السنه اللي فاتت بنوا على حقيقتهم، فمش مجبره خالص اللي انا اتعامل معاهم السنه الجديده. وهكذا يعني هنتكلم كده مع بعضينا وهديكي كده هو شويه نصايح كده هو يمكن يفيدوكي. هنا بس كنت ايه بوريكم كنت بعمل ايه كوبايه النسكافيه. يعني هقعد احكي معاكم كده واوريكم برضو كنت بعمل ايه. المهم كنت كاتبه شويه حاجات السنه اللي فاتت كده، وفعلا النهارده شفتهم. بجد الحمد لله الحمد لله حققت منهم حاجات كتير قوي، وفي حاجات كتير قوي ايه يعني لسه محققتهاش، ان شاء الله السنه دي احققها. بس عايزه اقول لكم اول حاجه خالص بنبدا السنه الجديده اللي احنا نحمد ربنا على كل السنه اللي فاتت، سواء حاجات صعبه مرينا بيها سواء حاجات كويسه. احنا عارفين طبعا الحياه بتبقى يوم ويوم، والسنه اللي فاتت الحمد لله الحمد لله عدت بحلوها بمرها. كلنا حققنا فيها حاجات كويسه، وكلنا مرينا بظروف صعبه شويه والحمد لله. وبنبدا السنه الجديده اللي احنا نصلي ركعتين بالليل اول ما الساعه تيجي 12، نستقبل بيهم السنه الجديده ونحمد ربنا زي ما قلت لكم عن السنه اللي فاتت. هنا بس كنت بوريكم دخلت البلكونه بتاعتي ايه اشرب النسكافيه بتاعي، واقعد ايه ادون شويه حاجات كده اهو. يعني ما عنديش اهداف كتير السنه دي فكتبتهم، وفي شويه حاجات عايزه اعدلها كده هو كتير، وبالذات في المعامله مع الناس اللي حواليا كتبت كل ده كله كله كله. وان شاء الله بقى نتقابل اخر السنه دي نشوف حققنا ايه ومحققناش ايه. اول حاجه بس عايزه اكلمكم على شويه افكار كنت بعملها يا ريت تفيدكم. كنت بعمل حصاله كده صغيره كل يوم بحط فيها جنيه من يعني من بتاع ده، من طلبات البيت وكده. هو كل ما يكون معايا فكه ساعات احط جنيه 2 جنيه، المهم يعني على اخر السنه بيكون معاكي لو كل يوم هتحطي جنيه هيكون معاكي 365 جنيه. ممكن تديهم بقى مره واحده كده هو، مثلا الست اللي عندك اللي بتسيق، اللي هو العامل اللي هو بيكنس الشارع لاي حد محتاج، فبتديهم له كده مره واحده فبيفرح بيهم قوي. وبتكون كمان انت يعني مش مطلعاهم مره واحده، ده كل يوم جنيه. وسواء مثلا لو حد عايز عيالك مثلا نفسهم مثلا لعبة معينة، او نفسك بتجيبي طقم العيد او حاجة، برضه ممكن كل يوم تحوشي 5 جنيه او حاجة من طلبات البيت، بحيث مثلا يكون معاكي فلوس كده حطوها على جنب الحاجات بقى مفاجآت، سواء لعب سواء هدوم معينة. فاهمين ان هو الجو رفاهية يعني. هنا بس كنت بوريكم المشتريات. المكان ده يا بنات في اسكندرية، في الشاطبي، بيعمل قولوا معايا بيعمل معرض خميس او خميس لا. الكوشن دي كانت عامله 15 جنيه. الايس مان دي بجد تحفه جدا وبسوسته كده اهوت، والماتيريال بتاعتها كويسه. المعرض ده بيبيع كل حاجه بقى، كل حاجه، مفروشات لبس صيني حاجات ديكورات كده كلها بارخص الاسعار. انا كنت لسه مستكشفاه الصراحه، بس ان شاء الله هبقى اروحه كتير. كنت جايبه شكل الايس مان ده زي ما قلت لكم، وجبت شكل تاني بس شكل مختلف. حبيت اجيب شكلين مختلفين بحيث يعني انوع بقى، ما حبيتش اجيب الاتنين نفس المنظر. جبت دوت في يونكه كده برضو شكلها قمر، برضو نفس الفكره. الحاجات دي بتفرق يعني بتكون رخيصه، لقيتها 15 جنيه الصراحه. وبتفرق كده شويه ديكورات كده ايه تعملي منظر كده في البيت. ان شاء الله هبقى احط فيها قطنه وهوريكم بقى ازاي هنسقها ان شاء الله باذن الله، بس الفيديو الجاي بقى عشان الفيديو ده ما عملتش فيه التنسيقات. جبت اهو الاتنين كوشن دولت اللي جذبوا انتباهي ايه من المعرض. وجبت من محل كده في العصافرة الشجر دوت كان حاططهم مطربين كده،
قلت هما اي كلام والواحده ب10 جنيه. فجبتهم كده مسحتهم وبجد طلعوا حلوين قوي بالقاعده بتاعتهم. والورقات دي بتتفرد كده وبتدي نفس شجره الكريسماس وب10 جنيه والله يا بلاش. فيعتبر جبت الديكورات كلها كده ب50 جنيه. 30 جنيه كوشن و20 جنيه ديكورات. واوريها لكم اهي وهي بتتفتح. بس مجبتش بقى الزينه اللي هي بتتعلق، قلت مش للدرجه ده كيس الزينه ب20 جنيه وهي اصلا شجره ب10 جنيه. ابقى احوش بقى ايه واجيب بقى الشجره الكبيره بقى في الاحلام. كترنا نتصور معاها كده في كارفور ولا حتى في جرين بلازا. المهم كنت بوريكم الشجرة. يعني أنا شايفة الديكورات دي الصراحة الواحد لو يقدر يعمل حاجة في البيت يعملها. لو لقى حاجة سعرها رخيص يشتريها، لكن مش لدرجة الواحد يجيب بأسعار مبالغ فيها. هي أصلا الدنيا غالية، ربنا يعيننا كلنا يا رب ويوسع علينا. فلو لقيت حاجات بسيطة كده أفرح بيها الأولاد في البيت كان بيها. ما كانش كده مش لازم. وفي شريط ليد كده، يعني لو صدف واشتريته شجرة صغيرة زي دي. في شريط ليد كده صغير بيتباع عند الكهربائي بيبقى ب10 جنيه. ببطارية كده. ممكن برضو تتحط عليه كده يكون شكلها حلو. المهم هنا كنت فردتها لكم ايه ووريتها لكم وحفرت برضو دي. بجد قمر قوي كيوت قوي. وفرحت اللي هي ادتني نفس شجرة الشجرة. المهم نرجع نكلم كلامنا. شوفي بقى الجانب الديني بتاعك ايه اللي انت مقصره فيه من السنه اللي فاتت عايزه تعدليه. سواء مثلا لبسك ضيق تحاولي ان شاء الله تلبسي لبس واسع، وصدقوني والله العظيم خطوه اللي انت تلبسي جيبه او لبس واسع. لما تيجي تلبسي تاني لبس الضيق او القصير اللي كنتش بتلبسيه وتقفي قدام المرايه هتستغربي نفسك تقولي ازاي انا كنت بمشي كده اهوت. انا زمان كنت بلبس برضك بناطيل، مش هقول لكم بقى اللي انا يعني شيخه، لا كنت بلبس بناطيل ولبس قصير ولبس ضيق. بعد كده الحمد لله خدت الخطوه اللي انا هلبس جيب و... وخلاص خدت الخطوه. بقيت بجد بطلع البناطيل بعد كده بقول ايه الهبل ده، ازاي كنت بنزل كده في الشارع والناس كلها تقعد تبص عليا، ايه المنظر المقرف ده. و... وسواء بقى شوفي بقى بتطلعي جزء من شعرك من الطرحه. بتحطي ميك اب تحاولي تقللي في الحاجات دي، وصدقيني والله العظيم هتستغربي ان انت كنت بتمشي كده. المهم هنا بس كنت بوريكم دخلت المطبخ. جايبه شويه سناكس كده وحاجات. خربت الميزانيه الصراحه في اليوم دوت. عشان ولا بعرف اعمل كيكات يعني فيها ضعيفه شويه. ومكانش عندي طقطان اقعد اعمل معجنات، فجبت كده شويه حاجات كده من السوبر ماركت. وقلت اهو يوم بقى في السنه ايه، فكي الكيس يا بت بقى واصرفي بقى ما بدهاش. فهوريها لكم كده شويه الحاجات واحنا بنتكلم مع بعض. ده كده شوفي في الجانب الديني لو ناوية تصومي مثلا اثنين وخميس، ناوية تصلي قيام الليل. شوفي بقى انت ايه يعني، والحاجات اللي هتريحك للسنة الجديدة بإذن الله اكتبيها كده. وعلى آخر السنة حاولي تعمليها. وأصلا في علم النفس بيقولك لو أي حاجة روتين مشيتي عليه أسبوعين هيتحول لروتين. يعني مثلا مش بتصلي أسبوعين، بس أول ما تسمعي الأذان قومي صلي. بعد الاسبوعين اول ما يقدم الاذان هتلاقي نفسك مع نفسك قمتي صليتي. فاهمين قصدي؟ فاي حاجه بقى في حياتكم مثلا مش بتشربي ميه، تشربي ميه مثلا كل يوم، مثلا تحطي قدامك ازازه لترين تقولي هخلصها يعني هخلصها. اسبوعين خلصتيها هتلاقي نفسك بقيتي لوحدك بقى. جسمك اتعود ان انت تشربي الميه، وهكذا اي حاجه اكتر من اسبوعين بتتحول لروتين. المهم هنا كنت جايبه شويه ايه كورن فليكس وحاجات كده بقى ايه. يعني عامله بقى حاجات مسكره على حاجات ايه حادقه. يعني هنشوف مع بعضينا. ده بالنسبة الجانب الديني أكتر حاجة بهتم بيها هي وشخصيتي. تشوفي شخصيتك عايزة تنمي فيها ايه السنة دي. ايه نقط الضعف اللي عندك، ايه الحاجات اللي السنة اللي فاتت اللي مخصصة قلتي لا أنا مش هعمل كده تاني. وهقول لكم على حاجتين بجد عملتهم السنة اللي فاتت كنت محدداهم نقطتين كده وفرقوا معايا حاجتين شخصية بجد. الأول حاجة اتعودت أقول لا. لا بمعنى ايه؟ مثلا حد بينصحك نصيحة، احنا عارفين دلوقتي معظم الناس عاملين نفسهم بيفتوا فاهمين كل حاجة في كل حاجة. فالنصيحة اللي مش بسمعها كنت الأول بسكت وأكني بكبر دماغي وبطنش، بس بلاقي اللي قدامي كل ما يشوفني يعلي عليا أكتر ويكلمني أكتر. أنا في نيتي اللي أنا ساكتة بكبر دماغي، يا أخي أنا مش عايزة أسمع النصيحة دي. بس اللي قدامي مفهمش كده. فبقيت بقول لأ. لا يا جماعة أنا عندي وجهة النظر مثلا معينة، لا أنا مقتنعة باللي أنا بعمله. بقيت بقول لأ. فلما تقولي اللي قدامك لأ بس بطريقة شيك طبعا عشان ما تخسريهوش، بيحرم بعد كده يكلمك تاني. دي اول حاجه اتعودت اقول لا. لو نازله في اي مناسبه اي اجتماعيات انا مش حباها ناس تقال على قلبي بقيت بنسحب من النزولات ديت. انت مش مجبره تسمعي كلام او نصايح من حد انت مش حباه، او نصايح انت اصلا مش هتعمليها. انت مش مجبره ان انت تقعدي تسمعي كلام لحد بيقعد يعلي عليكي وخلاص. اللي هو عامل نفسه فزلوك من الاخر. مش مجبره تقعدي مع ناس تقيله على قلبك او حاسه ان انت قاعده مهمشه في مجتمع مثلا الناس كلها بتتكلم مع بعض ومصاحبه بعضيها وانت تلاقي نفسك قاعده زيك زي الكرسي كده. لا مش مجبرة تروحي العزومة دي او الاجتماع ده. فاهمين قصدي؟ انت مش مجبرة تتعاملي مع ناس انت مش حباها.
عشان بس الذوق والاتيكيت بقى ومش عارف ايه. انت مش مجبرة تعملي اي حاجة في حياتك انت مش حباها. انت انسانة حرة، انسانة كبيرة، اعملي كل اللي انت عايزة تعمليه، بس تعمل في حدود العقل، في حدود الاحترام، فاهمين قصدي؟ يعني مش مجبرة تحرقوا دمكم من الاخر. يعني ساعات بتنزلوا النزولات او بتقعدوا مع ناس تخلصي من النزولة او من القعدة اللي انت دمك اتحرق. طب على ايه يا ست الحاجة؟ شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. دي اول حاجة الصراحة بقيت بعملها وبقيت مريحاني جدا جدا جدا. تاني حاجة، كان لو بيقابلني اي مشكله او اي حاجه ممكن اقعد احكي مثلا لجارتي، ممكن اقعد احكي اكلم صاحبتي من ايام الكليه، اقعد احكي مع صاحبتي على الواتس، فاهمين قصدي؟ واسمع النصيحه، وساعات النصيحه بتوديني في داهيه ومثلا لو اشوف حد في نفس الموقف عامل الموقف ده احاول اقلده. التقليد ده يا جماعه اكبر حاجه غلط في الحياه. يعني ده انت حتى لو قلدتي حد في رده، قلدتي حد في طريقته، معاملته لعياله، معاملته لجوزه، يمكن هي دي طريقتها بشكلها بكل تفاصيلها، فاهمين قصدي؟ انت ممكن تاخدي نقطة واحدة بس تقلديها فيها تاخدي على دماغك، مش هتسلك معاكي. لو انت مثلا بتهزري، افرضي انت دمك تقيل يا ستي، الناس مش بتتقبل منك الهزار، هتيجي فجأة تهزري مش هتتفهمي، وهكذا. هو ده قصدي. حاجة كمان عايزة اقولها لكم مهمة قوي قوي قوي، اللي انتم ما تقارنوش ظروفكم بظروف حد، او ما تقارنوش يعني حياتكم بحياة حد. كل واحد ربنا خلقه كده بظروفه بتفاصيله، ما ناخدش احنا بقى تفصيلة واحدة ونقول ايه ده ايه ده، بصوا دي مش عارف بتكلم جوزها بالطريقة الفلانية، انت مشوفتيش بقية تصرفاتها، ايه ده ايه ده، بصوا مش عارف هي عندها ايه وما عندهاش ايه. يا ستي هي كل واحدة 24 قيراط عندك زي عند اللي حواليكي. كل واحد والله لو ركز في نفسه هنوصل لأحلى النتائج. ومش مش هتضيعي وقتك بقى، مش هتضيعي مجهودك في اللي حواليكي او في الكلام اللي بتسمعيه السلبي او في مقارنتك، فاهمين قصدي؟ حاجة أخيرة كمان، أول ما يجي في مخك أي حاجة إبدائية، مثلا بتقعدي تقولي بقى ناوية أخس، ناوية أروح، ناوية أجي، ناوية أشقلب البيت، ناوية أعمل، ناوية أسوي، لا ابدأي. طول ما انت ناوية ومش بتبدأي عمرك ما هتعملي أي حاجة. ابدأي وهتلاقي الدنيا بس سلكت معاكي. أو مثلا ما تقوليش خلاص بقى أنا اتأخرت، ده اللي بدأ خلاص بقى أنا مش هلحق أعمل حاجة، لا، تلحقي تعملي أي حاجة في حياتك. كل ما هو تحت الشمس جديد، تقدري تنجزي كل حاجة بتتمنيها. هنا يكون خلاص بقى الفيديو معايا خلاص، ولكيت معاكم كتير، يا رب تكونوا تقبلتوا كلامي وفهمتوا قصدي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وان شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا جميعا. وباي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.